يا مساء الفل على كل المتابعين الجامدين. قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة يا ريت لو لسه ما اشتركتوش في القناة انزلوا دلوقتي اعملوا اشتراك واضغطوا على زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد أول ما ينزل. دعمكم هو اللي بيشجعنا نكمل ونقدم لكم أحسن محتوى، وكل لايك وتعليق منكم بيفرق معانا جدا. يلا بينا نبدأ حلقتنا ونشوف آخر الأخبار والتفاصيل اللي معانا. الخبر الأول اللي معانا عن العروض الخليجية للاعب مروان عطية. في الساعات اللي فاتت بدأ اسم مروان عطية لاعب خط النص في النادي الأهلي يظهر تاني ويبقى فيه مفاوضات معاه من أندية الخليج، وده بعد ما وصلت ليه عروض شفهية بمبالغ كبيرة من أندية في السعودية والإمارات وقطر، وكلهم شايفين إن اللاعب قادر يضيف قيمة فنية لأي نادي ينضم ليه. وعلى الرغم من قيمة العروض الضخمة دي سواء من ناحية الفلوس أو المميزات التانية، إلا إن النادي الأهلي قافل باب المناقشة تماما ومش بيفكر حتى يسمع تفاصيل الأرقام المعروضة. وفي مصادر جوه النادي الأهلي أكدت إن القرار ملوش علاقة بالفلوس خالص، لكن بسبب الاحتياج الفني لمروان عطية، خصوصا إنه بقى ركيزة أساسية في تشكيل الفريق، ومحدش جوه الجهاز الفني شايف إن في بديل جاهز يقدر يعوض دوره بنفس الكفاءة. كمان ياسر شايف إن اللاعب جزء مهم جدا من مشروعه مع الفريق، وغيابه هيأثر على توازن خط النص بشكل كبير. والإدارة من ناحيتها شايفة إن الحفاظ على القوام الأساسي في الفترة اللي جاية أهم بكتير من أي مكسب مادي، خصوصا في ظل المشاركات الكتير اللي النادي الأهلي داخل عليها سواء محليا أو أفريقيا. وبالتالي موقف النادي الأهلي واضح وصريح، مروان عطية مش للبيع مهما كان الرقم المعروض فيه. الخبر التاني اللي معانا وهو عن موقف النادي الأهلي من ضم اللاعب الفلسطيني حامد حمدان. ظهرت الفترة اللي فاتت أخبار قوية جدا عن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع لاعب بتروجيت حامد حمدان، وده بعد متابعة الجهاز الفني ليه الفترة اللي فاتت. وفعلا المدير الفني وافق على ضم اللاعب، بس حط شرطين لازم يتنفذوا قبل الصفقة دي ما تتم بشكل رسمي. أول شرط هو التجديد لأليو ديانج، لأن الجهاز الفني شايف إن استمرار أليو ديانج مهم جدا علشان استقرار خط النص في النادي الأهلي، وإن ضم لاعب جديد لازم يكون معاه عنصر الخبرة. الشرط التاني وهو إن اللاعب أحمد رضا يخرج عن طريق الإعارة أو البيع النهائي، وده بسبب إن المركز بتاعه هيبقى فيه تزاحم، والجهاز الفني عايز يخف الضغط ويعمل توازن في قائمة الفريق، ولجنة التخطيط هي المسؤولة عن دراسة الموضوع ده، وفي تنسيق كامل معاهم ومع قطاع الكورة علشان ياخدوا القرار النهائي. وعلى حسب المؤشرات الأولية فإن ضم حامد حمدان هيكون قريب جدا، بس طبعا ده كله مرتبط بتنفيذ الشرطين اللي حطهم الجهاز الفني. ومن ناحية النادي الأهلي فالنادي الأهلي شايف إن اللاعب هيكون إضافة قوية جدا خصوصا في مركز الوسط الدفاعي. نروح للخبر الثالث وهو عن مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب بابلو الصباغ. النادي الأهلي مكمل في خطته لتدعيم خط الهجوم، وبدأ بالفعل يتحرك بشكل كبير للتفاوض مع اللاعب بابلو الصباغ، وده مهاجم بيلعب في فريق سون سامسونج الكوري الجنوبي. واللاعب ده لفت أنظار الكشافين بعد المستوى المميز اللي بيقدمه، وكمان لأنه بيمتلك أكتر من ميزة أهمها السرعة والقوة البدنية، وإنه يقدر يلعب في أي مركز هجومي. والنادي الأهلي حاطط شرط أساسي قبل ما يكمل في الصفقة إن اللاعب يستخرج جواز سفر فلسطيني علشان يتسجل كلاعب محلي، وده لأن اللاعب معاه جنسيتين الكولومبية والسورية، وده بيخليه يتسجل كلاعب أجنبي لو جه النادي الأهلي. لكن استخراج الجواز الفلسطيني هيغير الوضع تماما وهيفتح مكان في قائمة الأجانب لصفقات تانية. وبالنسبة لناديه النادي بتاعه مش معترض تماما على فكرة بيعه، خصوصا بعد ما عرف باهتمام النادي الأهلي بيه. ومن ناحية تانية اللاعب نفسه مرحب جدا بالانتقال للنادي الأهلي، وقال لوكيله انه حابب يجي النادي الاهلي علشان حجم النادي وقيمته في افريقيا. والايام اللي جايه هتشهد تطورات مهمه جدا، لكن المؤشرات بتقول ان الصفقه قربت، خصوصا لو خلص اللاعب موضوع الجواز الفلسطيني. الخبر الرابع وهو عن ترحيب النادي الاهلي برحيل حمزه عبد الكريم لنادي برشلونه. خلاص مسؤولين النادي الاهلي وافقوا بفكره انتقال اللاعب حمزه عبد الكريم لنادي برشلونه، وده طبعا لو وصل عرض رسمي يليق بقيمه اللاعب والجهد اللي النادي الاهلي حطه في تطويره في خلال السنين اللي فاتت. وبرغم ان النادي الاهلي مش ناوي يطلب رقم ضخم، الا ان هو حط شرط اساسي مش هيتشال نهائي، وهو بند اعاده البيع. والكابتن احمد شوبير كشف ان النادي الاهلي شايف ان مستقبل حمزه عبد الكريم هيكون كبير جدا، وان ممكن خلال كام سنه جايين يكون لاعب مهم جدا في قاره اوروبا، وعشان كده النادي الاهلي مش عايز يتنازل عن حقه في الاستفاده من انتقالاته المستقبليه، وده اسلوب بتستخدمه كل انديه العالم. وفعلا نادي برشلونه تابع اللاعب الفتره اللي فاتت وبعت عرض مبدئي، وطبعا من المتوقع ان المفاوضات هتكون قويه خلال انتقالات يناير، خصوصا ان اللاعب ظهر بمستوى مميز جدا خلى انديه كتير من اوروبا
تتابعه. وحمزة عبد الكريم مرتبط بعقد مع النادي الاهلي لحد صيف 2027، وده طبعا بيدي للنادي الاهلي افضليه في التفاوض من غير اي ضغط. وفي النهايه النادي الاهلي مش الخبر الخامس اللي معانا، وهو عن تحرك النادي الاهلي للتعاقد مع اللاعب يوسف بالعمري. النادي الاهلي مكمل تحركاته في دعم مركز الباك الشمال، واللي بقى صداع كبير للفريق في الفتره الاخيره بسبب قله الحلول وقله اللعيبه الجاهزه. وفي الساعات اللي فاتت بدأ النادي الاهلي مفاوضات جديه مع لاعب نادي الرجاء اللاعب يوسف بالعمري، وده بعد ما الجهاز الفني شافه واكد ان فعلا اللاعب هيكون مناسب لطريقه لعب النادي الاهلي. واللاعب نفسه لفت نظر لجنه التعاقدات بعد المستوى المميز اللي قدمه مع نادي الرجاء. ومن المميزات عند اللاعب يوسف بالعمري اللي هو لاعب عنده شخصيه وقادر انه يلعب تحت ضغط، وكمان سنه صغير، وممكن كمان يكون مشروع باك شمال كبير لو اتحط ببيئه قويه زي النادي الاهلي. المفاوضات دلوقتي ماشيه بشكل ايجابي، والنادي بيحاول يقفل الصفقه بسرعه علشان يحل ازمه الباك الشمال قبل الماتشات اللي جايه في الدوري وافريقيا. والجهاز الفني بعت تقرير كامل للاداره اكد فيه ان اللاعب هيكون اضافه قويه، وان المركز ده محتاج دعم فوري. الاهلي حاليا بينسق مع اللاعب علشان يتفقوا على المقابل المادي وطريقه الدفع، وكل المؤشرات بتقول ان الاعلان عن الصفقه هيكون قريب جدا، بس ده طبعا لو ما حصلش اي مفاوضات جديده. وهنا وصلنا لنهايه حلقتنا، واستنونا في حلقات تانية جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.